السلام عليكم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. اول ما تشوفوا الفيديو يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد، وما تنسوش تفعلوا الجرس على الكل. جايلكم النهارده بفيديو حلو قوي، هو الفرق بين حركة البنت وحركة الولد. بصوا، احيانا بيكون الولد بيتحرك بدري جدا. يعني في ناس هتستغرب، هتقول ازاي يعني ممكن تحسي بحركة من الشهر الثالث ومن يعني من اول الثالث كده ممكن تحسي بحركة. اللي هو ازاي؟ إيه حاجة كده. حركة الولد بتبقى زي موج البحر، زي موج البحر، ومن الشهر الثالث، ويعني اكتر واقوى 100% في نص التالت. تمام. في نص التالت بيكون اتجاهها من تحت، من اتجاه اليمين، دايما من تحت ومن اتجاه اليمين. ماشي، ولكن انت بتعرفي ازاي؟ هي بتبقاش نفشة كتكوت كده، ولا بتبقى، لا، هي بتبقى زي حركة موج، زي سمكة وبتعوم. فاهميني؟ زي ما يكون في سمكة بتعوم في بطنك. دي حركة الجنين الولد، وبيكون من نص التالت، بيتحرك بدري جدا. طيب في بنات بتحس بالحركة، ممكن يقولي احنا من الشهر التاني بنحس بالحركة. لا، دي مش حركة الجنين، دي حركة الأمعاء يا قلبي. طيب البنت بقى، البنت بتتحرك دايما، بتبقى في الخامس، في الرابع، آخر الرابع كده، أول الخامس. حركتها بقى بتبقى ازاي؟ اللهم صل على سيدنا محمد. الحركة البنت بيكون ناحية الشمال، وبتنبش كده زي نبشة الكتكوت، زي نبشة الكتكوت. تمام. اما الولد زي ما قلت لكم، الحركة بتبقى من تحت، من تحت دايما، من عند سرة بطنك الاتجاه اليمين، وبتبقى زي سمكة كده بتخبط جوه. يعني اقول لكم، اوضح لكم ايه اكتر مني؟ سمكة بتعوم، بتحس ان في سمكة بتعوم كده، حاجة جوه بتعوم. تمام. وبيبقى في خبط برضو، نبش برضو، بس لناحية من تحت وفي الاتجاه اليمين. اما البنت بتبدأ حركتها من اتجاه الشمال دايما، وزي نبشة الكتكوت، وفي اول الخامس او في نص الرابع. الولد بيكون حركته دايما من بدري، غير كده في نص التالت كده، قبل كده دي حركة الأمعاء. تمام يا قلبي. ويا ريت بقى لو وصلتوا معايا لحد هنا، ما تنسوش لايك واشتراك في القناة وكومنت حلو، واللي عنده اي استفسار يبعتلي على الواتس. يلا اقعدي وركزي في الحركة، وما تنسيش حركة البنت بتكون ناحية الشمال في اخر الرابع او في اول الخامس، ناحية الشمال من فوق زي نبشة الكتكوت، بس من فوق، شمال من فوق. الولد ناحية اليمين من تحت، زي موج البحر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.